السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني وأحبابي الكرام. النهاردة إحنا بنعمل غرفة الأطفال، تمام؟ البيج في الأزرق، زي مثلا السرير ده، تمام؟ بس التصوير بس مش واضح شوية. إحنا عندنا هنا اللون اللبني ده، والحاجات دي هتتحدد زي ما احنا لازقين الجرايد كده، تمام؟ علشان يبقى اللبني في البيج. احنا عندنا هنا دي غرفة النوم كاملة، ان شاء الله تبقى تتنصب ونوريها لكم كلها على بعضها بإذن الله تعالى كاملة. وعندنا الأستاذ محمد شاهين المعلم، ما هو برضو المعلم بيبقى يعني معلم في شغله وأستاذ في شغله، تمام؟ عندنا هنا دولاب الأطفال زي ما حضراتكم شايفين كله مرشوش، بس مفيش حاجة هتوضح لحضراتكم إلا بعد تركيب الشغل، تمام؟ انتوا شايفين ان هم حبة ارفف وحبة ادراج وكلام من ده، وهنا التسريحة لا مش عارف ايه. فان شاء الله اللي هيتابعني هيجيله كل جديد، والشغل واحنا شغالين فيه، وبعد ما يروح عند العميل كل حاجة. بصوا زي ما قلت لحضراتكم اهو، احنا رشينا البيج، هنشيل اللزق، هيبان معانا التحديد بتاع الخطوط المتفرزة دي. فاحنا بس بنوريكم. طبعا شغل التلزيق ده يعني متعب لأي صنايعي، فرجاء من الإخوة الكرام لما يجوا يتكلموا على شغل يقول لك اعمل لي لونين، لأن طبعا عشان نعمل لونين بنلزق جرايد، زي مثلا كومودينو ده درجين، تمام؟ في البيج واللون اللبني. طبعا هو ممكن يكون باين لحضراتكم ان هو مزرق شوية او اخضر شوية، بس اما تشوفوا الحاجة على الطبيعة تختلف تماما عن التصوير، ايا كان نوع التليفون اللي بيصور ايه. برضو بنوري حضراتكم بنشيل اللزق اهو مع بعض واحدة واحدة اهو، تمام؟ واللزق ده طبعا بفلوس وحاجات مكلفة، وهنرجع نلزق. يعني احنا عندنا اللونين خلاص دخلوا في بعض اهون، بس السرير لما يقف هوريه لحضراتكم اهو. ده السرير اللي ان شاء الله يتعمل زي السرير ده. احنا بنشيل كل الحاجات اللي متحددة